السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة بفيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض عجينة القطايف زي ما انتم شايفين كده. هنعملها في البيت بكل سهولة، وكمان هنعمل الحشوة بتاعتها، هنحشيها النهاردة بالجبنة الحلوة، برضو هنعملها مع بعض في البيت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا 2 لتر من اللبن الجاموسي، هسخنهم بس مجرد تسخين على النار، وانزل بفنجان من الخل. واول ما اللبن يفصل معانا زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اصفي الجبنه اللي طلعت دي. خلاص هصفيها بالمصفى كويس جدا، وهرجع كمان احطها فوق شاشه. خلاص، وتحتيها مصفى، وهبيتها في التلاجة ليله كامله كده وهي جوه الشاشه، بحيث ان انا عايزه اصفيها من كل الميه اللي موجوده جواها، علشان القطايف بتاعتنا تفضل مقرمشه وما تبقاش طريه كده من جوه. خلاص لازم نتاكد ان الجبنه بتاعتنا متصفيه كويس جدا. بعد كده هبتدي ان انا احضر شربات القطايف. عندي هنا 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من المية، وعصير نص ليمونة. شربات القطايف لازم بيكون تقيل شوية. خلاص، بعد كده هرفعهم على النار من غير ما اقلبهم، او يعني مش هقلب بمعلقة ولا سباتيولا ولا اي حاجة، مش هدخل اي حاجة. خلاص، في الخليط ده هرفعه على النار بعد الغليان بحوالي 4 دقايق، هطفي النار عليه. بعد كده هنعمل عجينة القطايف بتاعتنا. هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل ب3 كوبايات من المية الفترة، لازم المية تكون فترة علشان الخميرة تشتغل معانا. كمان هنا نزلت ب2.5 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا. وهنا النشا عشان خاطر تخلي القطايف مقرمشة وحلوة. تمام. خلاص، ولازم الكوباية المعيارية اللي هنعاير بيها المقادير كلها تكون واحدة، نوحد الكوباية علشان الطريقة تطلع مظبوطة معانا. بعد كده هننزل ب1/4 معلقة صغيرة من الملح، عندنا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. خلاص، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، عندي كمان معلقة كبيرة من السكر. وبس كده هبتدي ان انا اضرب الخليط بتاعي ده كويس جدا في الخلاط، وبعد كده يكون جاهز معانا. بعد كده لازم نصفيه كويس جدا علشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات في الخليط بتاعنا. تمام كده. بعد كده لازم نغطيه بستريتش راب او بفوطة نظيفة، ونسيبه يرتاح لمدة نص ساعة قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل فيه. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا، اهم حاجة ان تكون الطاسة بتاعتنا ما بتلزقش. تمام. وهنبتدي ان احنا ننزل بكمية العجينة اللي انت عايزاها على حسب حجم القطايف اللي انت عايزاها او حباها. تمام. انا هنا مش هجري الفيديو خالص، انا عايزاكم تشوفوا الخطوات بتاعة تسوية العجينة هتكون ازاي. تمام. بدأت تعمل فقاعات كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده تبتدي انها تستوى شوية بشوية، حتى يعني انتوا هتلاحظوا على شكلها هي مش بتاخد وقت خالص، بالظبط ممكن دقيقة او اقل كمان، وبتكون استوت معانا بشكل كويس. طبعا بنطلع العجينة ما بين فوطين، لازم نطلع العجينة وهي تحتها فوطة وفوقيها فوطة لغاية لما نخلص كل كمية العجين اللي معانا. انا هنا ابتديت ان انا احشيها بالجبنة بتاعتي بعد طبعا ما اتصفت كويس جدا زي ما اتفقنا. تقدري تحشيها بالحاجة اللي انت بتفضليها او بتحبيها، تقدري تحشيها مكسرات، تقدري تحشيها نوتيلا، قشطة، براحتك خالص. تقدري كمان ما تحمريهاش برضو، براحتك خالص. بعد كده هبتدي احمر القطايف بتاعتي في زيت يكون سخن زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده لازم اشيلها على مصفى او على راك شبكة، بس افردها علشان تفضل مقرمشة معايا. بعد ما طلعت القطايف بتاعتي من الزيت، هبتدي ان انا انزل بيها في الشربات اللي احنا كنا لسه عاملينه، شربات القطايف. خلاص، وبرضو هقلبها كده في الشربات، ولازم اطلعها على مصفى تصفي كل الشربات اللي فيها علشان برضو احافظ على انها تكون مقرمشة معايا. وده الشكل النهائي للقطايف بتاعتنا. وبس كده الفيديو النهارده خلص، وصفتنا كمان خلصت معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.